المنازل، بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي وإلهها من المعاني. صباح السعادة، صباح الأمل، صباح كل شيء جميل. معاكم ياسمين في برنامج بكرة أحلى. رجعت لكم اليوم في موضوع جديد، إنه كيف نصنع التغيير. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. التغيير جدا مهم. التغيير يخلينا ناس مختلفة. من هدايا ربنا علينا إنه خلانا نتأقلم ونتغير على حسب المكان وعلى حسب الظرف. العالم محتاج لنجاحنا، محتاج لمواهبنا، محتاج لإبداعنا. المفروض ما نخاف نخسر أي شيء، لأنه ما في شيء حناخده معنا للقبر. كلنا لما نروح حنترك العمل الصالح اللي هو حيكون أجره مستمر وحيجينا للقبر. الخير اللي احنا نسويه، التغيير اللي نسويه في العالم، أوقات التغيير يكون بأموالنا، أوقات يكون بوقتنا، وأوقات بيكون بصلاتنا ودعائنا. الواحد لازم يسأل نفسه دائما، يقول إيش راح أسوي باللي عندي؟ قد سألتوا نفسكم؟ يعني إيش يكون اللي عندك؟ أيا كان اللي عندك. ممكن عندك مال، هل أنت تصدقت؟ هل أنت ساعدت؟ هل أنت غيرت من نفسك بمالك؟ علم، هل أنت بالعلم اللي عندك غيرت ناس تانية وغيرت من نفسك؟ صبر، هل بصبرك غيرت أشياء كثيرة في حياتك؟ يكون عندك حب، هل بحبك للآخرين قدرت تغير فيهم وتغير في نفسك؟ أفشل كثيرا، ولكن هو أول سلم للنجاح. إحنا راح نعيش مرة واحدة، المرة الواحدة اللي نعيشها لازم نكون ناجحين، لازم نغير من أنفسنا ونكون ناجحين، نستغل مواهبنا وشغفنا وعطايا ربنا لنا، نستغل الفرص بالاحتراف، ما نخاف من الخروج من الصندوق ولا نخاف من التفكير برا الصندوق، ما نخاف من الفشل، لأنه زي ما قلنا الفشل هو أول سلم للنجاح. ما نخاف نحلم، لأنه لما نحلم لازم يكون عندنا أهداف، والحلم من غير هدف مجرد حلم مخيب للأمال. أهدافنا لازم تكون مختلفة، لازم يكون عندنا أهداف سنوية وأهداف شهرية وأهداف أسبوعية وأهداف يومية، حتى لو كانت بسيطة. الهدف هذا إنه من خلاله نغير شيء في حياتنا. وطبعا عشان نحقق الأهداف لازم يكون عندنا شيئين، اللي هو الانضباط والمثابرة. الانضباط والمثابرة شيئين، وفي كل يوم لازم نخطط ونحاول. في مثل أمريكي يقول: نحن لا نخطط للفشل، إحنا نفشل في التخطيط. أعطيكم قصة حلوة لفتاة فلسطينية. أنا بالنسبة لي تعتبر القصة هذه يوم سمعتها حبيتها كثير، لأنه إنسانة كانت شايفة فيها شيء مختلف وتبغى تغير من نفسها. لقت نفسها أنها تحب الكتابة، وهي صغيرة أيام ما كانت في المدرسة حاولت أنها في الإذاعة المدرسية أنها تكتب قصيدة وتلقيها. مدرسة من المدرسات ضحكت عليها، اتنمرت عليها، خلت 12 سنة من عمرها تروح وهي حاسة بإحباط بسبب الفشل البسيط اللي صلها بسبب تنمر صلها. بعد 12 سنة في خلال الفترة هذه كانت تطور من نفسها وكانت تكتب، وكان هدفها أنها تكون كاتبة وأنها تغير من نفسها. من خلال صديقتها أخذت منها القصيدة اللي كتبتها أو الكلام اللي كتبته وعرضته على أستاذ الجامعة باسم صديقتها، اسم الكاتبة الحقيقية. الأستاذ جاء قال لها: أنت إنسانة، أنت مشروع كاتبة، استمري. هذه كانت أول سلم من سلم النجاح، اللي هو فشلت في الأول ورجعت كتبت وما استسلمت، حاولت تغير من نفسها. والإنسانة هذه صارت من المؤثرين حاليا، صارت كاتبة. كان عندها حلم إنها كتاباتها توصل للعالم، مو يقراها شخص ولا شخص، يعني يقراها 200-300 شخص. صار عندها كتاب
لكل كتاباتها. إنسانة انتقلت من فلسطين، انتقلت لدول العالم، سافرت، عاشت تجارب مختلفة. من كل وظيفة كانت تطلع كانت تتعلم شيء مختلف. حاولت تصنع لنفسها تغيير، وحاولت تصنع للعالم التغيير. صارت من المؤثرين في السوشيال ميديا. كتابها الكل يقرأ عنه. اتكلمت عن بلدها، عن فلسطين، حاولت توري الناس جمال فلسطين. قصة جدا مؤثرة، سمعتها حبيت أشارككم بهالقصة. وطبعا دائما يعني التغيير ما يجي بسهولة، أكيد لازم يكون نتعب أكثر عشان نغير من أنفسنا، ولازم يكون عندنا عمل شاق عشان يكون مثمر. ما في حاجة تجي بالساهل. لازم نفرق بين التحرك والتقدم. يعني في ناس كثيرة بتتحرك بس ممكن ما تتقدم. يعني مو معناته إنه كل ما نتحرك يعني نتقدم. لازم يكون عندنا سعي، سعي للهدف للهدف اللي نبغى نوصله، للتغيير اللي نبغى نوصله. يعني ما في شيء يجي في الدنيا بالسهالة. طبعا أعطيكم مثال آخر. حلمك لازم يكون كبير، ولازم تتعب عليه وتفشل أكثر من مرة عشان توصل له. مثال عندكم توماس أديسون، فشل 1000 مرة، ف1000 واحد نجح في اختراع المصباح. وعباس بالفرناس فشل أكثر من مرة، وبعد ما أكثر من فشل صار أول واحد يخترع الطيران. أمثلة كثيرة من العلماء، من الناجحين، من المؤثرين في العالم اللي غيروا من أنفسهم، من ناس كانت ناس عادية حاولت إنها تتعب على نفسها عشان تغير من أنفسها وتغير العالم وتوصل. يعني كلنا دائما طبعا نسمع النجاح اللي وصلوا له، بس ما نعرف عدد الفشل اللي مروا فيه. ما في أحد يوصل بسهولة، ما في أحد يتغير من غير ما يفشل. لازم تفشل عشان تتغير. لازم يكون عندنا 3 أشياء لازم نسويها نتقبلها. إنزين، لازم نتقبل الفشل والجرح. ما نقول إنه خلاص عشان إحنا فشلنا ونجرحنا ما عاد نرجع نعيد مرة 2 و3. لا، لازم نتقبل هذا الشيء. وإذا ما فشلت معناتها ما حاولت. وما نقبر أحلامنا بيدنا، يعني ما نخلي أحلامنا تموت معانا. وثالث شيء لازم نقول شكرا. شكرا لله على كل شيء أعطانا. الشكر 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 من أسباب التغيير، من أسباب النجاح، من أسباب تحقيق الأهداف. دائما لو عندنا شكر لله، من شكر الله شيء مهم. الصفات اللي لازم تكون موجودة فيك عشان تقدر تتغير: لازم يكون عندك إيمان. وشيء ثاني، لازم يكون عندك استفادة من تجارب الآخرين. تجربة واحدة ناجحة يعني يكون يعطيك دافع، حتى لو كانت التجربة هذا فهدف يومي أنت بتسويه، يعني هدف صغير أنت نجحت فيه، هذا حيدفعك للنجاح أكثر. ولازم تبتعد عن الناس السلبية. الناس السلبية دائما بتنزلك تحت، ما بترفعك فوق. كون قريب الناس الإيجابية. لازم تستبدل العادات السلبية بأخرى مفيدة. يحاول قدر الإمكان تبعد عن أي عادة سلبية موجودة فيك، على أساس تعرف تتغير، تعرف تنجح. ولازم يكون أهم شيء كتابة الأهداف والأشياء اللي تبغى تغيرها في نفسك. ولازم يكون عندك عدم تفكير بالعقبات يعني الكبيرة. يعني ما تكبر العقبات، تفكر فيها بس مو إنك تقولي الله حفشل، يا الله حيصير فيني كذا، الله لا. لأنه التفكير الزائد فيها ما حيخليك تغير من نفسك ولا تنجح. ودائما ما تستهين بالقدرات اللي عندك أبدا أبدا. يعني كل إنسان سبحان الله الله أعطاه قدرة معينة، المفروض الواحد ما بيستهين بالقدرات اللي عنده. ولازم يتقبل النقد من غير زعل. ما يحاول إنه يكون حساس، لا هو ليش قال لي كده، هي ليش قالت لي كده. دائما التغيير مهم. دائما إنه لازم نحط بصمة في هالدنيا، لأنه كلنا في يوم من الأيام حنرحل من هالدنيا. بس سبحان الله الشيء الوحيد اللي يبقى اللي هو العمل الصالح، التغيير اللي احنا حنسويه في العالم، والبصمة اللي حنتركها، والذكر الحسن. هذا الشيء اللي أجره بيكون متواصل وحيجينا وإحنا في قبورنا بإذن الله.
أتمنى إن شاء الله يكون موضوع اليوم عجبكم، وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم في الحلقة الجاية، وأستقبل مشاركاتكم وتعليقاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي على اليوتيوب والتويتر والفيسبوك إن شاء الله. ولا تنسون إنه بكرة أحلى، بكرة أجمل، وبكرة أفضل بإذن الواحد الأحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل، بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي، وإلها من المعالي أنت في ركب الأوائل. فيك أخلاق عظيمة بالمفاهيم السليمة، وعلى الأسس القويمة تمضي في كل المراحل. ازرع الخير عليهم واستمع دوما إليهم، كي تعش بالحب فيهم ترتقي عرش الفضائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل، بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي، وإلها بالمعالي أنت في ركب الأوائل. يا أخي بالله اسمع، ارتضي الأقدار واقنع، آملا في الناس تزرع، تحصد الخير سنابل، تسري في درب الريادة، طامح ترجو الإفادة، إن تشأ فيض السعادة، لا تكن بالذكر غافل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل، بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي، وإلها من المعالي أنت في